كل ام واب بيحبوا ولادهم، بس في حاجات بنعملها كل يوم بتأذيهم بسبب الحب ده، والحاجات دي بتتكرر الصبح وبالليل، واخطرهم اللي انت متأكد انه صح وانه في مصلحته وهو العكس تماما. وهقول لك هم ايه واحده واحده، ومع كل واحده هتعرف حلها. ابني جه وسألني ليه كل اصحابه بياخدوا معاهم عصير كل يوم في المدرسه وانا لا. العصير الطبيعي ما فيهوش سكر مضاف، صحي على الورق، بس فكر معايا، كوبايه العصير الواحده محتاجه من 3 ل 4 برتقانات، يعني الطفل بيشرب عصاره 3 برتقانات في دقيقه، حاجه جسمه مش هياكلها ابدا لو كانت قدامه فاكهه كامله. والنتيجه حوالي 6-7 معالق سكر من غير الياف اللي كانت موجوده في الفاكهه الاصليه اللي هتبطئ امتصاص السكر ده في الدم، يعني نفس السكر بس من غير الفرامل اللي كانت بتلجمه. وانا هنا بتكلم عن العصائر الفريش، فما بالك بالعصائر المعلبه. والحل مش انك تمنعه خالص، الحرمان بيخلي الطفل يدور عليه اكتر. خليه استثناء مره في الاسبوع، ولو هتديله خففه بالميه نص ونص عشان يقلل التركيز. والاهم قدم له الفاكهه نفسها متقطعه حلو على شكل حلو زي قطع كده صغيره في طبق ملون، عشان الطفل بياكل بعينه قبل بطنه. تاني حاجه، التابلت بقى الصديق الجديد في كل بيت. الطفل عايز ياكل شغل له حاجه، عايز يهدى فرجه على حاجه، الام تعبانه وعايزه تخلص شغل البيت اديله الايباد. وانا هنا مش بحكم، ده واقع كل ام. بس قبل ما ندخل في التاثير خليني اقول لك الارقام الرسميه لانها بتصدم. الطفل اقل من سنتين التوصيه انه ما يتعرضش لاي شاشه خالص ولا حتى التلفزيون شغال في الخلفيه. من 2 ل5 سنين ساعه واحده بالكتير في اليوم، وكل ما قللت كل ما بقى احسن. والاطفال الاكبر ساعتين ترفيهي في يوم المدرسه. ولو قارنت ده باللي بيحصل فعلا في بيوتنا هتلاقي الفرق رهيب. في اطفال بتقضي 5 و6 ساعات على الشاشه كل يوم، والشاشه دي بتاكل من وقت اللعب والحركه اللي الطفل محتاجه عشان مخه وجسمه ينمو صح. بس خد بالك كمان من حاجه تانية، الاطفال اكتر حساسيه للضوء الازرق من الكبار بكتير. الطفل اللي بيتعرض لضوء قبل النوم بساعه بينخفض عنده الميلاتونين بنسبه 88%، في حين ان الكبار في نفس الظروف بينخفض عندهم 46% بس. يعني نفس الساعه بالظبط، بس تاثيرها على طفلك ضعف تاثيرها عليك. الميلاتونين ده هرمون النوم، ولما بيقل الطفل بيفضل صاحي وهو حاسس انه مش عايز ينام اصلا. وفي تفصيله صغيره تانية اخطر، كل 10 دقائق لعب فيديو مرتبطه ب 17 دقيقه نوم اقل. يعني نص ساعه لعب فيديو جيم ممكن تاكل ساعه كامله من نوم ابنك من غير ما تحس. واللي بيتراكم من النوم الناقص ده مش مزاج وحش الصبح بس، ده بيأثر على اداء الطفل في المدرسه وصحته النفسيه، وكمان مرتبط بالسمنه. الحل بطل الشاشات قبل النوم بساعه كامله، مش كمل اللعبه وبعدين خش نام، ساعه فعليه، واستبدلها بحاجه هاديه، قصه، كلام، رسم. واوضه النوم نفسها تبقى خاليه تماما من اي شاشه حتى لو مقفوله. ونقطه اخيره مهمه، مش كل الشاشات زي بعضها. طفل بيتفرج على حاجه مفيده وانت قاعد معاه وبتتكلموا، غير طفل بيسكرول لوحده ساعات. الكيف بيفرق زي الكم بالظبط. ثالث حاجه، الجيلي، الشيبسي، البسكوت، المشروبات الغازيه، دي حاجات الطفل بيحبها جدا، واحنا بنحس اننا بنفرحه لما نجيبها له. المشكله مش في المره الواحده اللي في عيد الميلاد، المشكله انها بقت يوميا جزء من الفطار والمدرسه والعربيه. والمشكله الاعمق ان المخ بيتعود على الحلاوه والملح المركز ده، وبعدين الاكل الطبيعي زي الفاكهه والخضار وطبخه البيت بيبان طعمها باهت بالنسبه له، وده اللي بيخلي طفلك يرفض الاكل من الاساس. في المتوسط السكر بيمثل 17% من اللي الطفل بياكله ويشربه كل يوم، ونص الكميه دي جايه من المشروبات اللي فيها سكر مضاف. والتوصيه للاطفال من 2 وفوق اقل من 25 جرام، حوالي 6 معالق صغيره سكر مضاف في اليوم. مشروب غازي واحد ممكن يعدي الكميه دي كلها لوحده. والحل مش الحرمان المطلق، الحل انها تبقى استثناء واضح، يوم محدد في الاسبوع، مثلا الويك اند، مش عاده بتتكرر كل يوم. رابع حاجه على طول بتتعمل، كل خضارك عشان تاخد شوكولاته، لو عملت اللي قلت لك عليه هجيب لك ايس كريم. الجمله دي بريئه شكلا وكل ام قالتها في يوم، بس خليني اوريك ايه اللي بتعمله للطفل من غير ما تقصد. انت بتقول له ان الخضار مهمه واجبه والشوكولاته هي الجايزه، فبتزود رغبته في الحاجه الوحشه وتقلل رغبته في الكويسه، عكس اللي انت عايزه بالظبط. واخطر من كده، انت بتربط الاكل بالمشاعر بدل ما تربطه بالجوع. الاطفال من 5 ل7 سنين اللي اهاليهم كانوا بيستخدموا الاكل كمكافاه اكلوا سعرات اكتر بشكل واضح من السناكس وهم مش جعانين اصلا، لما تعرضوا لضغط عاطفي بسيط. يعني الطفل ده بيتعلم ان الزعل بيتحل بالاكل، مش ان الاكل بيتحل بالجوع، وده الاساس اللي بيبني الاكل العاطفي اللي بيلازم الانسان طول عمره. والحل موجود وبسيط، مكافأة الطفل بحاجة مش أكل، لعبة، وقت لعب، تشجيع، حاجات مفيدة فعلا تخليه ياكل فاكهة وخضار أحسن. وحتى الأكل اللي كان مش بيحبه قبل كده يعني كافئه بس مش بالأكل. ال5 دي العادة اللي بنستهين بيها أكتر من أي حاجة. ميعاد النوم متأخر، الطفل بينام الساعة 12 أو 1 وإحنا بنطمن نفسنا هو بيصحى متأخر برضه، يبقى ماشي الحال. بس التوقيت نفسه بيفرق، مش عدد الساعات بس. جسم الطفل بيفرز هرمونات النمو والإصلاح في ساعات معينة بالليل، زي ساعة مظبوطة. لما الميعاد يتأخر يتلقلق، الساعة دي بتتلخبط. التعرض للضوء
بالليل ممكن ياخر ايقاع طفل بيولوجي لحد 3 ساعات، وده بيعمل تاثيرات متتابعه على المزاج والسلوك والتعليم. الطفل من 6 ل 13 سنه محتاج من 9 ل 11 ساعه نوم في الليله. الطفل اللي بينام 12 ساعه ولازم يصحى 7 للمدرسه بياخد 7 ساعات بالكتير، يعني ناقص ساعتين او 3 كل يوم. فالكلام ده بيتراكم اسبوع ورا اسبوع لحد ما تبقى عجز نوم كامل. والحل ان ميعاد نوم ثابت حتى في الاجازه والويك اند، وهدي الجو قبله بنص ساعه، اضاءه قليله، صوت واطي، ومفيش شاشات طبعا. اخر حاجه ودي هتفاجئك لاننا بنعملها بنيه حلوه تماما وفاكرينها بتبني ثقه الطفل بنفسه، وهي بتعمل العكس. كلنا بنقول لاولادنا انت عبقري، انت اشطر واحد، انت احسن واحد في الفصل. بنحس ان احنا بنزود ثقتهم، لكن العكس اللي بيحصل. مدح الطفل على انه ذكي او موهوب بيأذي الدافع بتاعه مش بيحسنهم. ليه؟ لانك بتعلمه ان قيمته في انه ذكي بالفطره، فاول ما يقابل حاجه صعبه او يفشل فيها بيستنتج انه ما بقاش ذكي، وبيخاف يجرب من الاساس عشان ما يخسرش اللقب ده. وفي مشكله اعمق في المدح المبالغ فيه. لما بنقول للطفل انت رائع، انت مذهل على اي حاجه، وكل حاجه بنبني له احساس مزيف، اول ما الواقع بيصدمه بيحس انه ولا رائع ولا حاجه زي ما اتقال له، فثقته بتنهار بدل ما تكبر. الحل امدح المجهود مش الموهبه. بدل انت عبقري قول انت تعبت في ده وبان، او حلو انك حاولت تاني لما ما ظبطتش اول مره. وخلي المدح محدد وصادق مش عام ومبالغ فيه. رسمتك دي الوانها حلوه احسن من ان انت اعظم فنان في الدنيا. كده بتبني له ثقه حقيقيه مبنيه على مجهوده مش على لقب بيخاف ان هو يبوظه. كل عاده من السته دي ليها نفس الاساس. بنختار الاسهل والالطف في اللحظه، العصير عشان ما بياكلش فاكهه، الشاشه عشان يهدى، الحاجه الحلوه عشان يفرح، الاكل عشان يسمع الكلام، السهر عشان ما نتخانقش، ومدح مبالغ فيه عشان نحسسه انه مميز. كلها نوايا حب، بس الحب الحقيقي احيانا بيكون في القرار الاصعب شويه. والحلو ان مفيش حاجه فيهم محتاجه انقلاب. ابنك مش محتاج اب وام مثاليين، محتاج تعديل بسيط. اختار عاده واحده بس تبدا بيها الاسبوع ده، خليها تثبت وبعدين روح للي بعدها. وقول لي في الكومنتات ايه العاده اللي فاجئتك انها ممكن تكون مضره. ولو عايز جزء تاني عن حاجات بنعملها لنفسنا واحنا فاكرينها صح، اكتب لي الجزء التاني. Stay safe.